هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب كلكم تكونوا بخير ويومكم جميل وانتوا اجمل وانتوا بتحضروا فيديو النهارده الحماس واصل معايا للماكسيمم، لانه انا اكتشفت ان انا بقالي شهرين مش عامله لكم ميك اب توتوريال على القناه، والفتره اللي فاتت كلها كنت مقضيها ريفيوز، لانه انا عارفه ان انتوا بتحبوا النوعيه دي من الفيديوز، فبحب قوي اديكم اللي انتوا بتحبوه. بس اشتقت للقعده، اشتقت لتجربه منتجات جديده، اشتقت ان انا اعمل معاكم لوك كده صيفي. فلو انتوا كمان الحماس عندكم عالي، اعملوا لايك للفيديو ده وشير مع صحباتكم. ولو بتتفرجوا عليا وانتوا مش مشتركين، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدا الفيديو. عايزه اقول لكم ان في الفيديو بتاع النهارده في كام برودكت كده انا كنت عامله لهم اوردر من اكتر اب انا عارفه ان انتوا بتموتوا فيه، وهو نون. اوريدي عملت لكم انبوكسنج على انستجرامي، ولو انت مش عندي على انستجرام انا هسيب لك اسم الاكونت واللينك كمان تحت في الديسكربشن بوكس، عشان بحب اعمل حاجات كده معينه ما بعملهاش هنا على يوتيوب. فوريتكم انا طلبت ايه من اسبوع تقريبا، جبت حاجات ودلوقتي حان الوقت ان احنا نقول راينا فيها. الفتره اللي فاتت انا كنت بجربها علشان اديكم الريفيو تمام، مش بس فيرست امبريشن عن المنتجات دي او انطباعي الاول يعني عنها. وطبعا احب اقول لكم ان انا بقى عندي كود خصم على نون تقدروا تستخدموه في الاوردر بتاعكم علشان تاخدوا خصم لطيف ويوصل لكم المنتجات بسعر حلو قوي هيعجبكم. اول حاجه هستخدمها يا بنات هو الكونتور ستيك ده من اماندا، اسمه مات كونتور ستيك، والدرجه اللي معايا اسمها 02 دارك. بالامانه شفته بالصدفه البحث على نون وسعره عجبني، فقلت يلا خليني اجرب. كنت محتاره في الدرجات، بس يعني قلت ايه، اكيد الدرجه نمبر 1 مش هتعجبني لانه اكيد هتكون فاتحه، فخليني في نمبر 2. ده لون الدرجه، هي دافيه مش بارده، ما بحبش الشيد البارد، بحس ان هو ما بيليقش ابدا مع الميك اب بتاعي او ستايلي او لون بشرتي، فبفضل او بميل اكتر للدرجات الدافيه مش البارده. ودي يا بنات كميته، واحده واحده كده ندمج على رواق. الدرجه يا بنات لونها زي ما قلت لكم انها مقرنج او دافيه يعني، فمش هتديكي نحت اللي هو بتاع التصوير ده، على قد ما هي هتديكي برونزر حلو للون البشرة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الشيد على بشرتي مش مستلطفة قوي، مش احلى الدرجات اللي بحبها، حتى انه هو دافي انا عارفة، بس برضو مش حباه. تاني برودكت بعد انقطاع اكتر من 3 سنين على اليوتيوب وانستجرام وكل البلاتفورم بتاعتي، انا ما بستخدمش منتجات مايت سينما ولا بريتي وومن ولا اي منتج من المنتجات دي، ومش علشان موضوع الجودة وسعرها رخيص، لا، الموضوع كان بالنسبة لي أكبر من كده بكتير. إن الموضوع قلب على حاجتين وأنا ما كنتش حباهم بمنتهى الأمانة. أول حاجة طريق كده لزيادة المشاهدات، وأنا ما بحبش الطريق ده، لأنه أنا لو كنت عايزة أزود مشاهداتي كان زماني مش هقلب القناة محتوى تاني خالص. دي نقطة. النقطة التانية إنه الشركة نفسها كانت بتلعب على عقول البنات بتغيير الباكيجينج والفورمولا واحدة، والبنات بقى بتعتقد ان ده حاجة جديدة، فكل العيوب اللي موجودة في القديم هي هتبقى مش لاقيها في الجديد، وبيتدبسوا ان هو بيلاقوا هو. انا بحب قوي 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 المصداقية تكون عندي نمبر 1، فخفت بصراحة الدنيا تختلط معانا كلنا في بعض واسمي يتقال لا دي اصل هدير قالت انه حلو مش عارفه ايه، فقلت لا انا ابعد قوي قوي عن السكه دي، والله الغني عن المشاهدات والحاجات دي، المهم ان انا اكون ضميري مرتاح. لكن بعد كل الرغي ده بمنتهى الامانه استفزتني قوي قوي الباكجينج الجديده. بصوا يا بنات، لو بعدت الباكجينج شويه كده انتوا هتشوفوا هتقولوا ده البلاشر بتاع شي جلام. مايت سينما من الحاجات الغلط اللي بتعملها بتنقص من علاماتها في وجهة نظر، يعني انها دايما مسحة هويتها باستيكة، هي على طول بتقلد وعلى طول بتشوف ايه البنات ماشية لايه وميالة لايه وبتحاول انها تعمل ده. بصوا انا لو حطيت لكم شي ان ومايت سينما جنب بعض اذكر الفرق، نفس الامبري بتاع الباكجينج، السايز هو واحد، اللهم بس الفرق بتاع الفونت بتاع الكتابة هو ده اللي مختلف في الموضوع. الدرجة اللي معايا في مايت سينما دي رقمها 106، وهما كانوا بيقولوا ان دي الدوب او البديل بتاع باست سيلر شيد على شي جلام اللي هي الدرجة اللي اسمها لاف كيك، فخلونا نشوف فعلا هما زي ما بيقولوا انها الدوب بتاعتها ولا لا. الدرجة اللي فوق دي شي جلام لاف كيك،
الدرجة اللي تحت دي بتاعت مايت سينما رقم 106، دي بينك فاتحة، وان دي موفي يعني فيها الاندرتون بتاعها على موف. اول حاجة عجبتني قوي قوي فيه انه كريمي، بيندمج بسهولة، ناعم، اللي هو نفس المواصفات بتاعة شي جلام. تاني حاجة بقى بيتفوق على شي جلام في ايه؟ بيتفوق على انه الحمد لله هو نازل معدن، ما فيهوش اللمعة او الحبيبات اللي بتبرق دي. فكل البنات اللي قفلوا من شي جلام عشان النقطة دي، فانه هو في مايت سينما ما تقلقوش، الحمد لله ما قلدهمش في الحتة دي. هستخدم الكونسيلر بتاع درماتيك اللي هي الدرجة النيوترال ميديوم. بحب استخدمها في ان انا اداري بيها العيوب بتاعة البشرة زي الهالات اللي منورانا على طول. وطريقتي فيه هو ان انا بحطه كده وبستنى عليه شوية ينشف علشان يعلي من الكفرج بتاعته، واثناء ما هسيبه عشان الكفرج بتاعته تعلى كده ويحلو، عايزة اقول لكم على اكتر موقف كوميدي حصل معايا من سنتين كده او سنة ونص، يعني مش رمضان اللي فات ده، لا رمضان اللي قبله. كنت طلعت لكم في فيديو من الفيديوهات وقلت لكم على فيديو بقارن فيه على افضل السبونجز بتاعه الميك اب اللي هي في السوق المصري، وقارنت من اول الصيني لغايه كان اعلى حاجه براند بلس. وقلت لكم بعد اما وصفت مميزات وعيوب كل واحده فيهم انه توب 1 عندي هي بينك دوز اللي هي السبونج دي. فخلصت تصوير وجيه تاني يوم بنظف المكان وانا ببقى فرشه تحتي كده سجاده. خدت السجاده دي بقى عشان انفضها، وانا بنفضها في حاجه سودة كده جريت نطت من السجاده، فقلت ايه ده؟ فردة شراب، والله ما انا نازله جايباها. شوفوا القسم ده، مش هنزل اجيبها، ايه يعني هرمي التانية ويبقى احنا كده خالصين. وبعد كده ادور على السبونج مش لاقياه، راحت فين؟ ادور في بيتي، ادور عند ماما اللي هي ما راحتش اصلا عند ماما، مش لاقياه. فين؟ ادركت انه الحلفان اللي حلفته على فردة الشراب هي ما طلعتش فردة الشراب، وطلعت السبونج دي بتاعت بينك دوز اللي كان وقتها ما عملت لكم ريفيو كانت ثالث او رابع مره بستخدم فيها السبونج، وكانت جديده لانج. ممكن تستغلوا انها ب 150 جنيه على جاست بلندر سبونج يعني، بس امانه الكاتس بتاعتها او قصتها في محلها، تديكي الفنش الروعه، بتظبط جدا. دي من اعلى الكواليتي اللي موجوده في السوق المصري بمنتهى الامانه. دلوقتي بقى اول ما تحس ان هو بدا ينشف معاكي ابدأي ادمجي، هتلاقي كفرج خطيره. وطبعا دي كانت واحده من الحاجات اللي لقيتها على نون وطلبتها. التب بتاعتها دي مبوزه قد ايه، فبتدخل هنا تدمج معاكي مدمع العين ناحيه الكونسيلر، دمجها خطير. وبرده من الحاجات اللي عجباني قوي قوي فيها انها ما بتشربش برودكت. بعد كده يا بنات هستخدم الفاونديشن ده اللي هو 2 in 1 فاونديشن اند كونسيلر من جوردانا. هحط كده حبة منه لانه انا بحب بصراحة اخد كمية قليلة قوي قوي من الفاونديشن، والموضوع ده انا قلته بقالي كتير. قلت انا من الناس اللي ما بحبش كترة الفاونديشن على البشرة علشان مشاكلها كتير. بصوا لسه فاضل قد ايه من الفاونديشن، فعلشان كده بقول لكم اياكم وكمية الفاونديشن الزيادة. طيب ملاحظين معايا ولا مش ملاحظين ان البلاشر اختفى؟ انتوا شايفينه؟ اذا كنت بدي البني ادمين فرص مش هدي المنتجات فرص. هستخدم الكونسيلر ده علشان اضوي بيه تحت العين، باخد منه هنا كده، وفي نفس وقت ما حطيته ما بسيبوش بقى ده خالص بقى يندمج ولا ينشف، ولا فيش الكلام ده، لانه لو نشف هيزعلك. هاخد الباف سبونج بتاعتي وبالباف سبونج كده اعمل كده خلاص، اللي هو اغرق الباودر على الباف سبونج، وبعدين اعمل حركة اسمها بسخن الباودر، اعمل كده تمام، وببتدي بحركة خفيفة اضغط الباودر على البشرة
واعمل نفس الحركة دي مرة تاني لغاية ما اتأكد انه البشرة كلها اتثبتت. الحركة بتاعت تسخين الباودر دي انا اتعلمتها من ميك اب ارتست اعتقد سعودية، كانت على التيك توك، قالت على حتة تسخين الباودر، وانا من ساعة ما خدت التكنيك ده منها وانا مرتاحة جدا مع الحركة دي. وهبتدي اثبت الجفن واجهزه بقى للاي شادو. بقالي فترة يعني ملاحظة ان انا هنا عندي علامة كده، مش عارفة يعني كده، اعتقد انها باينة لكم، في حتة دائرية عند كسرة العين، شايفينها؟ الحتة دي كل شوية تعمل طبقة زي القشرة، واحاول ان انا اقشرها ترجع تاني وهي عاملة المنظر ده. فده ايه ده؟ حد عنده علم يعني؟ يا ريت اللي فاهمة او عارفة يا ريت تقول لي ايه ده. هو مفيش حاجة تحتيها يعني، مش والعياذ بالله مش ورم، او هي بتاع كده زي ما انتوا شايفينها كأن الجلد مكرمش. ولو هروح لدكتور جلدية ولا دكتور عيون ولا مش فاهمة حاجة. طيب تمام، انا ملاحظة ان الليكويد بلاشر بتاع مية سينما بعد التثبيت ما راحش. يعني نفهم من كده انه ما نعملش التكنيك بتاع الاندر بينتنج ونستخدم فيه الليكويد بلاشر ده، نحطه يعني فوق الفاونديشن مش تحت الفاونديشن، تمام؟ لانه هو برضو مش قوي قوي، او يمكن انا ما كترتش منه كتير، بس يعني اهو ده موجود، ده بيبين انه هو يعني تمام. حاجة بقى لقطة طلبتها من على نون، وانا متأكدة ان في بنات قاعدة مستنية ان انا اقول رأيي فيها، لانه اتكتب لي احنا قاعدين مستنيين رأيك عشان نطلبها، هي الباليت، الميني باليت دي من لوريال. وعايزاكم تبصوا على روعة الالوان. الالوان دي يا بنات ترندي جدا، والالوان دي صيفي شتوي، يعني الباليت دي هتبقى معاكي صيف وشتاء. انا هاخد الشيد ده اللي هو الموف الفاتح، وهو في الباليت مات، يعني ما فيهوش ولا ذرة جليتر او شمر، وهحطه هنا في الزاوية الخارجية بتاعة العين، وهدمجه بشكل عشوائي جدا جدا على بره. ونفس الشيد بس هصغر الفرشة اكتر شوية، وهمسك بقى الفرشة من جوه خلاص، وهبتدي احط عند مدمع العين. وعايزه اقول لكم على حاجه لاحظتها، انها ما بتنزلش اي فول اوت نهائيا. طيب انا هاخد الاي بنسل ده، تمام؟ هعمله ايه بقى؟ هعمله كانه هنا ايلاينر، يعني بوزة ايلاينر عند المدمع. هو حلو وجميل وكل حاجه، بس مش ده اللي كان في خيالي. فهغمق الشيد لون تاني اغمق منه، بصوا هوريكم الدرجه اللي هي الدرجه البنفسجيه الغامقه قوي دي، وهحاول اغمق اللون. وهعمل برضو هنا بنفس اللون ده بوزة ايلاينر. بعدين يا بنات هاخد الدرجة دي احطها هنا كده في السنتر بتاع العين، واطلع بيها على فوق وبشكل عشوائي جدا. وعلى فان براش تكون الانواع الصغيرة، هاجي هنا تحت الحاجب واحط اللون ده واطلعه على بره. وبالدرجة الموف الغامق اللي هو الاندرتون بتاعها مزرق، وهي دي فيها جليتر، واحطه هنا كده. هستخدم كحل بيج من ريمال برضو افتح بيه العين. وريفيو اللي بعد كده يا بنات عن اكتر مسكارة خدت ضجة رهيبة جدا الفترة اللي فاتت، وهي الهاي سكاي من ميبلين. اشهر مساكر ميبلين ومن اغلاهم، يعني انا بحس كده دلوقتي هي فرنجل 300 ممكن 200 وحاجة، بس اعتقد ان هي اغلى مسكارة موجودة في ميبلين دلوقتي. ودي مش اول مرة بستخدمها، قررت استخدمها مرتين علشان اقول لكم ريفيو تمام ما يكونش فيرست امبريشن. وبمنتهى الامانة انا كنت شارياها علشان انا رموشي اتضررت بشكل كبير جدا جدا من الفيك لاشز، يعني من تركيب الرموش الصناعي. خلاص شبه ما بقاش عندي رموش في عددهم، لكن رموشي طويلة. وجربتها، خليني اقول لكم انطباعي ورأيي بمنتهى الامانة فيها. دي شكل الرموش من بعد ما استخدمت المسكارا. انطباعي ورأيي انها بتلعب فقط على
رموشك، يعني رموشك طويلة هتديكي طول، رموشك مش كثيفة مش هتكثف معاكي الرموش. لو انتي عاوزة الفكتين مع بعض يبقى هتستخدمي دي للطول ونوع تاني بقى للكثافة. بس زي ما انتوا شايفين كده اعتقد انه الواو او الشو كله بتلاحظوا، لانه هنا انتوا ما بتبقوش شايفين رموش اصلا بسبب انها بتكون باينة انها قصيرة، لكن هنا بتطول معاكي، السوكسيه كله بيروح للطول مش للكثافة. عجبتني اكتر بقى للرموش السفلية، بجد بتمشطهم وبتطولهم، اللي هي الميشن بتاعتها خطيرة للرموش السفلية. بس زي ما بقول لكم للرموش العلوية ما بتديش الكثافة المرغوبة قوي. انا امانة لما جربتها وجيت اغسل وشي لاحظت انها حاجة كده شبه الووتر بروف، يعني حرفيا كنت عمالة احط على وشي مية ومستنية الدموع السوداء بقى اللي تنزل دي، لا. فده اللي خلاني اقول انه ده اللي مزود من سعرها في انها الماتيريال بتاعتها نظيفة. هروح اخلص العين التانية واركب رموش علشان اللوك يبان يعني، وارجع لكم تاني. بعدين هاخد الباودر دي بتاعت نوت وبنفس السبونج بقى بس بالاطراف اللي هي الشارب دي عشان انضف الايلاينر البنفسجي اللي انا عاملاه ده. بصوا انا بعشق الباودر دي بمنتهى الامانة، خطيرة. ودلوقتي هاخد الليب جلوس بتاع ميبلين اللي هو اسمه ليفتر جلوس ده، وده رقم 6. وهحط، حاسة في التصوير ان هو فاتح. طب هجرب احط اللون البيتشي ده شوية، يمكن على الكاميرا يديني الدرجة اللي انا عايزاها بالظبط. هاخد الباليت دي من LA Girl اللي هي بلاش بيبي، وهعيد كده حاجة بسيطة على الكونتور بتاعي بالدرجة دي. وبعدين هاخد البلاش ده من أماندا، شايفين لونه خطير. يعني ممكن انا لسه ما كنترتش النوز، انا حددتها بالباودر بس لسه ما جيتش عندها، لاني باخد براش معينه كده صفنطوسه وبكنتر المناخير. مؤخرا بقيت بعمل حركه غريبه قوي، بقيت بعمل دايره كده اللي هو ارفع بيها الارنبه بتاعه مناخيري، شايفين؟ وبعد كده بطلع على خفيف اعمل الكونتور بتاع الانف. معرفش، حبيت مؤخرا التكنيك ده. واخر حاجة هايلايتر البشرة. اول حاجة هبتدي بيها هي النوز، وانا بحب الحركة دي يا جماعة. واخر تاتش بحب احطه هو الفيكسر ده من اوفرا. وبس كده يا حلوين، هو ده كان اللوك بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير مع صحباتكم واشتركوا في القناة. اشوفكم دايما على خير، سلام.